الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده مولانا سبحانه وتعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم نشهد أنه عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. تركنا صلى الله عليه وسلم على العقيدة الإسلامية الصحيحة التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بخير وإحسان وسلام إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن وإياكم أحبتي في الله نقف على عتبات نهاية السباق، كيف لا ونحن وإياكم على بضع ساعات مع عيد الفطر ومع يوم التباهي ويوم السرور ويوم الجوائز. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة يفرحها الصائم يوم ختام شهر الصيام، يوم ختام شهر الصيام، وكل الناس أياديها لله سبحانه وتعالى متضرعة أن يختم لها شهر الصيام بالقبول، أن يختم لها شهر الصيام بالقبول وبالتمام وبالغفران ما وقع في شهر الصيام. لذلك جاءت زكاة الفطر، لذلك جاءت زكاة الفطر جبرا لما وقع لنا في شهر الصيام. إذن كنا وإياكم ولا زلنا في مدرسة تسمى مدرسة الصوم، مدرسة الصوم التي ربانا فيها مولانا سبحانه وتعالى على هذه الأيام 29 في حياته. إذن أول درس وعبرة نأخذها من شهر الصيام انقضاء الأوقات، انقضاء الأوقات. لذلك كثير في الدروس اللي كنا نذكرهم في رمضان دائما نبصروا نفسنا ونبصروا الناس على أن هذه الحياة حياة قصيرة، حياة قصيرة مهما طالت. أنت إذا اطلعت على أعمار يعني الناس والأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون بالقرن والقرنين،
سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. صدقها أنت ولا ما تصدقهاش؟ يعني لو كان ما هي مذكورة في القرآن شكون يصدقها؟ سيدنا نوح إلا في الدعوة يدعو قومه لله شحال؟ 950 سنة وهو يدعو قومه. يعني لو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ما صدقوهاش. كيفاش ولد بنادم الإنسان يعيش 1000 سنة؟ نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج اطلع على أعمار الأقوام الماضون فوجدهم يعيشون القرن والقرنين وثلاث قرون وأربع قرون الحمد لله تبارك الله تبارك الله. كذلك نتطرق وإياكم إلى أحكام يوم العيد وصلاة العيد والتزاور والتراحم. صلاة العيد أيها الأحبة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة يحضر لها الصغير والكبير والمقيم، ولا تندب في حق النساء وحق المسافر والمريض، عكس صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يحضرها المرأة والمريض والمسافر والكبير والصغير. أما صلاة العيد فهي سنة مؤكدة على المقيم غير المسافر، وعلى الرجل غير المرأة، وعلى الكبير غير الصغير. لكن إذا حضرت المرأة وحضر الصغير وحضر المسافر وحضر الكبير فتندب في حقهم. أما الرجال فإنها سنة مؤكدة، وتركها بالكلية وعدم صلاتها ففيه تجريم وتحريم ومخالفة للسنة. وصلاة العيد تصلى في المصلى، سنة تصلى في المصلى إلا لظروف كالمطر والرياح إلى غير ذلك تصلى في المسجد. الأولى صلاة العيد تصلى في المصلى إلا لعذر كما قلت، الحوايج اللي تكتم قبيله، الريح، مطر، خوف من العدو إلى غير ذلك. صح. صلاة العيد سنة مؤكدة يسن لها لبس الجديد، وفي صلاة العيد لبس الجديد لا يتحتم البياض عكس الجمعة سنة فيها البياض، أما العيد سنته الجديد. ما تكون عليك حاجة جديدة وما جديدة شاريها البدرين، المهم راك مخليها للعيد كما احنا على 5 سنين عباية حددها ورد بها. صح. صلاة العيد الخروج إليها بالتكبير، وقبل الخروج يسن الغسل يوم العيد على طول اليوم، عكس الجمعة الغسل للجمعة بالرواح اتصل، وسن غسل بالرواح اتصل كما قال سيدنا عقارب بن عاشر وسن غسل بالرواح اتصل. هذا يوم الجمعة. أما يوم العيد إنسان اللي داتو ركدا ولا هكا ودرك وقت العيد يخرج يروح يصلي العيد ويرجع يدوش، حتى اللي ما قدر يدوش في الصباح يدوش في النهار. المهم سنة الغسل يوم العيد كامل، ولا يشترط بالصلاة، عكس الجمعة اللي كان فاتك الجمعة ما تدوش وخرجت الجمعة فاتك خلاص، لكن استحبابا انك تدوش. مليح التطهير والتطيب في ايامات الاعياد، عيد الجمعة، عيد الغير الكبير والصغير. صح. خروج يوم الجمعة بالتكبير والتحميد والتهليل. أنت وأنت خارج الجمعة، أنت وأنت خارج للعيد عليك أن تظهر شعائر الله. وين؟ بالتكبير، تكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا. وصيغ التكبير مختلفة، ما شرط تقعد على وحدة، مختلفة. قال يقول الله أكبر كبيرا والثاني يقول الله أكبر الله، مهم كبر، فيها التكبير وفيها التحميد. والخروج إلى المصلى
استنانا أنك تخرج من طريق، الذهاب من طريق إلى المصلى والرجوع في طريق آخر حتى تشهد لك الطريقين، تشهد لك الطريق هذه اللي ماشي فيها الآلي والرد اللي راجع فيه. صح. صلاة العيد أنت دخلت المصلى لا يستحب الصلاة. عندنا في الفقه المالكي لا يستحب التنفل قبل الصلاة العيد وبعد صلاة العيد، وإنما الجلوس والتكبير. ما دامك قاعد تكبر حتى يجي الإمام يصلي وبعد تسمع الخطبة. صح. صلاة العيد سنة مؤكدة كما قلت قبيله، سنة مؤكدة يبتدئها الإمام ب6 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام الله أكبر ويجيب وراها 6 تكبيرات والناس تكبر معاه. والأفضل أنه يعني مستحب أنه يصليها بسبح اسم ربك الأعلى وبالضحى ولا بالغاشية ولا والليل والضحى. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلاة العيد بقاف والقرآن المجيد بسورة قاف. لكن سورة قاف تصليها درك في هذا العصر تاعنا نص الناس تهرب تخليك تصلي وحدك. إذن صلاة العيد صلوها بسورة الأعلى ثم والضحى والشمس والضحى وإلى غير ذلك، المهم بالسور القصار. ثم في الركعة الثانية ب5 تكبيرات مع تكبيرة القيام. الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، الركعة الثانية 5 تكبيرات والسادسة تاع القيام للركعة الثانية. صح. نفرضوا إنسان جاء ولقى الإمام فاتوا في الركعة الأولى، كامل الركعة الأولى فاتوا، ودرك الإمام مع الركعة الثانية كي يسلم الإمام ينور هذا الإنسان المسبوق ويجيب فيها 7 تكبيرات بتكبيرة القيام اللي راه قام بها. 7 تكبيرات بتكبيرة القيام اللي راهو قام بها. يسمى أي تكبيرة فاتك تجيبها وهي سنة. يسمى لو كانك فاتك تكبيرة واحدة مع الإمام واش عليك السجود القبلي. لازم تفقه بدينك. كذلك اللي فاتوا كامل فاتوا جاء ولقى الإمام كمل الصلاة، لقى الإمام في الخطبة، يندب له أنه يتنحى جانبا ويجي قدام الإمام ويصلي. لأن في العيد الخطبة هي الصلاة هي الأولى. جيت أنا ولقيت الإمام فاتني في الصلاة، خلاص سلمت خلاص راه بدا في الخطبة، واش ندير؟ نتنحى جانبا لهيه ما نجي قدامه ونصلي. شوف سيدنا الإمام مالك عنده باب واش يسموه باب سد الذرائع. يقول لك كي تصلي قدام الإمام واش يقولوا الناس؟ يقولوا هذا راه ضد الإمام، راه ضد الإمام، خلى الإمام كي يكمل الصلاة تاعو ولا يصلي هو. لذلك أنا جيت متأخر نمشي منا ولا نمشي منا ونصلي صلاة العيد فيها كما قلت الركعة الأولى 6 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية 5 تكبيرات مع تكبيرة القيام. صح. أنا جيت وقعدت وما صليت كاع لا حرج علي. أنا جيت ولقيت الإمام فاتني بالصلاة خلاص نقعد ونصنت يعني ما نصلي نصنت لأنها هي شنو هي سنة مؤكدة لمن؟ لحضر الإمام، لأن تسن فيها الجماعة. أنت فاتك شرط أساسي وهو الجماعة. فاتك الجماعة، فاتك صلاة العيد، نقعد وصلت مع الإمام وطلب ربي يغفر لك. وين كنت؟ صلاة العيد هذه مرة في العام تجي، وين كنت؟ لذلك ما دام الإنسان يزين روحه مع صلاة الصبح ما ترجع ترقد، تفوتك صلاة الصبح وصلاة العيد. دوش وريقل روحك وحفف وخرج والبس لباس ونور ولادك والدنيا ودير عارض في الدار والتكبير يبدا من الدار راك خارج. صح. كملنا صلاة العيد وكملنا. يسن كذلك يسن الاستناد إلى خطبة الإمام ويتخللها الإمام بالتكبير. صح. كمل العيد صلاة العيد التغافر والتصافح والتسامح مثلا المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحم إلى غير ذلك. نهار اللي كملوا العيد نرجعوا من طريق ثانية واش تجي بعدها؟ زيارة الأرحام. إياكم هذه سنة حويدقة ومليحة عندنا في البلاد وفي معظم يعني